لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في الفيديو المنتظر. هو محدش انتظره غيري لان انا بجد طلع عيني. يعني هي الحرب التي لا يعلم عنها احد شيئا، بس الحمد لله اخيرا فرش العيد، اخيرا هنفرش الشقه. طبعا اغلب التنظيفات انا عملتها وراء الكاميرا يعني ما صورتش لان الموضوع كان بجد صعب، وكنت باخد كل مره كده حاجه يعني صغيره، و الموضوع بصراحة ما كانش سهل خالص لانه طبعا انتوا عارفين، حكيت لكم الفيديو اللي فات لما بيبقى فيه بيبي وكده في الدنيا مش بتبقى اسهل حاجة. ولكن الحمد لله ان احنا وصلنا للاخر، اللي هي مرحلة المعطر. مرحلة ان احنا نرش المعطر كده خلاص، يبقى كده بحس ان انا بتمسح من جوه كده، بحس ان انا كده خلاص ساتسفايد قوي. طبعا ما اظنش ان في حد يختلف ان دي احسن مرحله في مرحله التنظيف. الحمد لله. دلوقتي بفرش معاكم المفرش الجديد اللي انا جبته معاكم على فكره، وقلت لكم ان انا هفرشه في العيد، والفازه برضو الجديده برضو قلت لكم ان انا هحطها في العيد. فكنت بجرب كده الفازه مع الورد. تمام. ويعني هي هما انا عندي فازتين، فهحط واحده في على ترابيزه السفره، والتانية هحطها على ترابيزه الانتريه. فكنت بحاول كده اختار ما بين دي ودي، ففي الاخر خالص استقريت على انه احط الفازة البيضة مع الورد الملون التاني، والاحمر مع الذهبي، وهحطه في الانتريه زي ما هتشوفوا دلوقتي. ايه رأيكم في الفازة؟ انا عجباني قوي بجد، يعني هي مش لاقيه على المفرش قوي، بس هي في العموم شيك قوي بصراحة. ودي بقى ترابيزة الانتريه المكسورة، فانا بحاول اغطيها بالمفرش ده. بصراحة انا يعني هي من غير مفرش بتبقى احلى للامانه، لان هي شفافه، فبتحس انها كانها مش موجوده اصلا. يعني من الحاجات اللي على فكره من الحاجات الموفره للمساحه ان انتوا تجيبوا ترابيزه شفافه بتبقى كانها اصلا مش موجوده. بس عامه زي ما انتوا شايفين حطيت عليها الفازه الذهبي، والسفرة حطيت عليها الفازة البيضاء. قولوا لي رأيكم، هل كده حلو ولا اعمل تغيير؟ بس انا شايفة انه كده تمام. المفرش هو حلو، بس معرفش ليه كنت متوقعة ان هو يكون لونه كده على اوف وايت اكتر يعني، بس يعني تغيير برضو. ايه رأيكم؟ عايزه اقول لكم بجد، يعني انا لما بوصل للمرحله دي الحمد لله هو بيتي مش بيتكركب قوي، بس هي تنظيفه العيد تنظيفه عيد، يعني هي عادات وتقاليد، ما ينفعش ان احنا نتنازل عنها. عايزه اقول لكم لما كنت حامل وما كنتش عارفه انضف تنظيفه العيد يعني كويس، آه كانت فتره وحشه قوي بجد، كاني ما حسيتش بالعيد والله. فالحمد لله على نعمه الصحه، والحمد لله على نعمه ان الواحد يعني يبقى عارف ان هو يعمل حاجه. ورش المعطر زي ما انتم شايفين انا بستخدم معطر فريده المروج، او اسمه مروج، ده انا بحبه قوي. الصراحة في حاجات تانية حلوة، بس ده عشان احنا جبناه ايام الفرح، فكل ما رشه بيفكرني بايام كده اول الجواز وكده. فمن الحاجات الصراحة اللي بحسها كده. على فكرة الروايح من اكتر الحاجات اللي بتفكركوا بالذكريات، يعني في ناس بتفتكر مثلا بالاغاني مثلا اكل معين او كده. انا عندي الروايح دي بتعتبر من الحاجات اللي بربط بيها الذاكره جامد. بصوا علبه المناديل دي كنت بوريها لكم، جبتها جديده برضو. تمام. فقولوا لي رايكم فيها. طبعا هي انا جبتها بعد ما الشعب المصري كله جابها انا مش اول واحده خالص، بس انا اتفاجئت ان هي سعرها رخيص، كانت ب 35 جنيه يا جماعه، فكانت حلوه قوي بصراحه. ان انا يعني حسيت ان هي هتدي شكل لطيف، وسعرها كويس برضو. والمفرش بتاع العيد هتشوفوه دلوقتي بالتفصيل. انا بفرش معاكم مثلا الحاجات الاخيره، مثلا بكون غسلت الكفر بتاع الكنبه مش عارف ايه والحاجات دي، وبفرشها معاكم، وبعدين بصور لكم جوله كده في كل اوضه لوحدها. فاهمين؟ على فكرة الفيديو ده ممكن يكون بديل لفيديو جولة في شقتي، ناس كتير قوي كانت مستنياه. ف ممكن جولة في شقتي لو كنت هعمله، يعني كنت هعمله بالديتيلز بقى، واشرح لكم انا ليه عملت، انا ليه جبت كذا، وليه عملت كذا، ليه ما عملتش اوضة اطفال، ليه مثلا. لكن
لكن هنا انتوا هتشوفوا بس هتاخدوا افكار زي ما انتوا حابين يعني من غير رغي كتير. بصوا انا معجبه بعلبه المناديل قوي على فكره. وده المفرش بتاع عيد مبارك، بفرشه كل عيد، صراحه لطيف برضو. ايه رايكم؟ قولوا لي. انا على فكره طبعا مغيره ترتيب الاوضه. الناس اللي ممكن تكون متابعيني من اول ما فتحت القناه هيلاحظوا ان انا كل شويه بشقلب حاجه يعني، بس يعني مش كتير قوي برضو عشان ما عنديش مساحه. بصوا هنا كنت بوريكم كمان الستاره ان انا غسلتها، وده فرع زرع كنت اشتريته معاكم على فكره في فيديو مشتريات، وقلت لكم ان انا هحطه على المواسير بتاعه الغاز في المطبخ، بس ما عرفتش احطه في المطبخ. وهنا برضو شكله مش عاجبني خالص ومش عارفه احطه فين، يعني حاسه ان هو يعني حاجه لطيفه بس مش لاقيه لها مكان في الشقه، فاهمين؟ بس ايه رايكم؟ والله العظيم كل مكان كده بفرشه وبحس ان انا يعني يا سلام، انا مش عايزه حد يقعد فيه، انا عايزه اقفله عارفين، اشمعه لحد بعد العيد مثلا ولا حاجه. مع ان والله ما حدش بيجي لنا في العيد قوي يعني، مش بيجي لنا ضيوف او حاجه، بس يعني هي بهجة العيد برضو يعني، فاهمين؟ هنا هدخل معاكم على الحمام بالليل ماشي، عشان انا كنتش عارفه اصور كل الحاجه في وقت واحد، فكنت كل مره يعني ايه بصور لكم حاجه. بصوا الحمام هنا نضفته وسبته كده شويه ينشف، وبعد كده هرص الحاجات على المرايه. تمام وبس يعني. هو بصراحه نضفته تنظيفه عاديه، لان انا كنت اوريدي ايدي فيه اغلب الوقت يعني، بصراحه ما بسيبهوش، بقعد ادعك بقى الحنفيات كويس ومش عارف ايه. فهي التنظيفة العادية، ويعني مش بعيد اساسا يتنظف تاني يوم العيد او قبل العيد على طول، بس برضو كده عشان يعني نتبسط بيه دلوقتي في خلال ما احنا بننظف. طبعا الناس كتير قوي لما كنت انا عملت جولة في مطبخي سألوني الغسالة فين. الغسالة يا جماعة اهي، الغسالة اهي زي ما انتم شايفين في الحمام مكانها الطبيعي يعني. انا معرفش مين اللي اخترع ان الغسالة بتاعة الهدوم لازم تكون في المطبخ، بس الحمد لله انا الحمام بتاعي صغير بس طويل قوي، تمام. انا عشان انا فاتحاه على الطرقة، فكان في مكان ان انا احط فيه غسالة الهدوم برضو. وكده خلاص عطرنا الحمام وقفلناه، ودلوقتي هندخل على المطبخ عامله لكم جوله بالتفصيل فيه، بس انا كنت برضو ايه ظبطه دلوقتي، وهاخدكم لفه كده سريعه انتوا حافظينه يعني، احنا بندخله كل فيديو تقريبا. بس كنت ايه حابه ان انا اوريكم الدنيا كده وهي متلمعه وهي لطيفه، وبس كده. قولوا لي يا جماعه، هل انتوا خلصتوا دلوقتي تنظيفات العيد ولا لسه؟ انا في سنوات والله كنت يعني، سنوات ايه، انا بقالي 3 سنين بس متجوزه، بس يعني مثلا اول سنه وتاني سنه جواز كنت احيانا ما بخلص تنظيف غير يوم الوقفه بالليل فعادي يعني ممكن نتاخر، بس المره دي طبعا عشان التصوير وكده فحبيت ان انا اخلص بدري واصور لكم، واليوم اللي فاضل ده نعمل كده يعني حظر تجول في الشقة عشان تفضل نظيفة. ده مج العيد، جبت مج جديد، ايه رأيكم؟ عايز اقول لكم عاجبني قوي، رقيق كده ولطيف وجميل. بصوا هنا كنت بوريكم الجزامه، انا حاطه فوقيها على فكره بديل رخام، وبفكر ان انا اعمل كافي كورنر في الحته دي، معرفش ازاي بس ما عنديش مكان تاني الصراحه. هنا كنت بوريكم الشاشه دي، الشاشه بتاعه الكاميرات بتاعه الشقه، وكنت عايزه احط رف هنا، انا عندي رف اوريدي بس عايزه الزقه بدبل، وخايفه بصراحه يقع، لان انا عايزه احط عليه بقى مجات وكده، فربنا يستر هجرب وهوريكم برده. ماشي، ندخل بقى دلوقتي على اوضه النوم. اوضه النوم ناقص بس هي يعني ما شاء الله كنت مخلصاها ومظبطاها، ناقص بس ان انا افرش حاجه كده على السرير تبقى حاجه للعيد. وعايزه اقول لكم ان المفرش اللي انا هفرشه ده جديد، تمام يعني. هو انا من ساعه مش انا شاريه جديد، لا هو كان معايا من ساعه الجواز، بس انا يعني ما فرشتوش خالص ولا مره، فدي هتكون اول مره. انا كنت دورت بصراحه، قلت انا لازم اشوف حاجه ما فرشتهاش خالص عشان نحس بالتغيير، يعني نحس ان في حاجه كده جديده كده حاصله في الشقه. فلقيت عندي هنا زي كده تلبيسه للسرير نفس لون المفرش، فحطيتها، وبعد كده هنفرش المفرش الجديد. بصراحه كان شكله حلو، كان عامل تغيير لطيف قوي. انا بحب اصلا لون الموف، عايزه اقول لكم ان اوضتي في بيت اهلي كان لونها موف، كانت كل درجات الموف اللي في الحياه، من كتر ما انا كنت بحب الموف قوي. ان شاء الله لما اروح لاهلي هحاول ان انا اصور لكم اوضتي كده، تاخدوا فكره عن حياتي قبل الجواز. يعني عايزه اقول لكم الأوضة دي أنا بعزها قوي، يعني عاشت معايا بقى سنين بقى دراسة وامتحانات وحوارات.
عايزه اقول لكم انا بسابق الزمن. النهارده حاولت ان انا اصور ومنتج واعمل فويس اوفر وانزل الفيديو في نفس اليوم عشان تلحقوا تشوفوه ان شاء الله، لان عارفه ان انتوا هتنشغلوا بيه العيد وكده. وبفكر كمان اصور لكم كمان يوم الوقفه والعيد والكلام ده، اللي انا لسه هعمل ان شاء الله تتبيلات واعمل سلطات وهنشوي، وان شاء الله يعني في احداث، بس مش عارفه والله تبقوا فاضيين في العيد ان انتوا تشوفوا الكلام ده ولا لا. بس يعني انا مش هكون فاضيه النهارده ان شاء الله. بعد ما ينزل الفيديو هعمل بقى تتبيلات وكده، وبكره هيبقى بقى سكين كير بقى، وهفضل نفسي كده على الاخر ومش هشغل نفسي طبعا الصيام والدعاء. ويعني يوم عرفه ده هيبقى يوم ان شاء الله يعني مش هنعمل فيه اي حاجه تانية غير ان احنا نهتم بنفسنا ونهتم ب الصيام والعباده وكده. تعالوا بقى اوريكم بالمره لبس العيد. اشتريت لبس عيد الحمد لله. لحقت العيد اللي فات ما كنتش لحقت ان انا اجيب لبس عيد، كنت بس جبت لبس عيد لسولي. العيد ده قلت لا بقى لازم ادلع نفسي، فلقيت السوت دي عايزه اقول لكم عجباني قوي قوي، حاساها شيك كده ومشيتها تحفه، وكمان هي اوفر سايز فتحس ان هي مبحبحه كده بتاعت صيف، فاهمين؟ ومشيتها بصراحه تجنن، مع انها مش ستايل على فكره. انا مش بلبس حاجات ملونه وبالمنظر ده خالص، يعني في العاده بلبس غوامق ودولابي كله تلاقوه اسود وبني وحاجات كده، بس قلت ايه المره دي اغير يعني. فكنت بوريكم البس عليها الشنطه دي ولا دي. انا عارفه ان الشنط مش احسن حاجه عليها الصراحه، يعني كان المفروض اجيب شنطه مثلا لونها كريمي، بس انا مش عايزه اجيب شنط وما البسهاش. الفتره دي بلبس شنطه البيبي على ظهري. وعندي كمان الطرحه دي، قولوا لي ايه رايكم، كويسه ولا اجيب حاجه افتح؟ وكمان هلبس عليها الشوز دي. تمام، انا شايفه ان هي كده يعني شغاله الصراحه. ما فيش وقت ان انا انزل لسه الف ادور على حاجه تاني. وجبت كمان الطرحه السوداء دي، طبعا الاسود لا غنى عنه، والشميز لقيته كده برضو يعني لونه كده صيفي وجميل وفاتح، فقلت ايه برضو تغيير. وبكده الفيديو بتاعنا هيكون خلص. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وباي باي، اشوفكم في فيديو جديد.